خلي بالك من التكات اللي هقولها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعندنا فرختين صغيرين كده حلوين. انا هقطع البصل وهقطع الفلفل الالوان او اي فلفل عندك موجود، وهقطع توم وكمان توم صحيح، وهحط عليه البهارات، بصل بودرة، توم بودرة، بابريكا، كل البهارات اللي انت تحبيها تحطها في الفراخ حطيها. تمام. وهحاول اعصر البصل كده، ولو عايزة تفرميه في الكبة افرميه. تمام. وهحاول اقلبهم كلهم كده في بعض طبعا، ومحطوط عليه الخل. هحط معلقه زيت زيتون واحده بس بتديله طعم جميل قوي. وهحاول ان انا اخلي الفراخ كلها تاخد التتبيله دي. شوفوا انا فتحتها كمان من عند الجلد بتاعها وحطيت فيها وحطيت في قلبها. وحلو جدا بقى لو سبتيها مده بالحشوه دي، جميل خالص. هتاخد التتبيله دي، وبالذات لو عملت السكينه في كل جناب الفرخه، عملت لها فتحات كده، هتمتص كل الحاجات الجميله اللي احنا حطيناها كده. مش دي التتبيله بس، لا، تابعي بذكر الله عشان تعرفي احط ايه تاني كمان. سبت حبه كده وحطيت عليهم صويا صوص، وحطيت عليهم برضو باربيكيو صوص برضو حلو قوي. ولفتهم كده مع بعض واحطهم على الوش. دي هتخليهم يتحمروا بسرعة. بس خلي بالك انا عايزاكي في الحلة الهوائية دي توطي النار خالص، ما تحطش على 200. انا حطيت على 200 اتحمرت بسرعة وكانت لسه ما استوتش. فالتكة احنا قلنا كده صح وكده غلط في القناة. فغلط ان انت تعلي عليها وتتحمر بسرعة ولسه ما استوتش. على فكرة دول صغيرين، فرختين صغيرين. فالأحسن إن انت تعمليها على درجة صغيرة جدا علشان تستوى براحتها. شوفوا أنا عملتها على 30 دقيقة، ورجعت الوش التاني عملته على 30 دقيقة، يعني أخدت 60 دقيقة معايا. ورجعت حطيتها تاني عشان حسيت إن هي مستوتش كويس. شوفوا التحمير بتاعها، شوفوا لونها جميل إزاي، حلوة جدا. وما تستعجليش عليها علشان زي ما انت شايفة كده هتتحمر ولسه ما استوتش. لا، حطيها تاني على نار هادية لغاية ما تستوي قوي، يبقى طعمها جميل. ما تستعجليش عليها علشان هتحس ان هي ما استوتش كويس زي ما احنا بنعملها في الشوربه. لا، انت لو سويتيها على نار ضعيفه وسبتيها مده صدقيني هتستوي اكتر من كده كمان. وشكرا لكم لمتابعه الفيديو من اوله لاخره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله.